تعالوا شوفوا النهارده يا حبايبي، معانا سجق بلدي هنعمله بطريقه هتبهرك. معانا النهارده بصل ومعانا فلفل ومعانا بطاطس ومعانا سجق بلدي. حطينا صينيه كده على البوتاجاز ونسيب الصينيه بتاعتنا تسخن. انا عايزاها تسخن. هنحط دلوقتي معلقه سمنه في قلب الصينيه تسيح معايا، بس اهم حاجه الصينيه تكون سخنه كده اهو. ونجيب السجق بتاعنا ونروح رصينه. انا ما بقطعش السجق، انا يا دوبك بفككه من الربطه بتاعته بس كده، واروح جاي ونروح جايين حاطينه، لكن انا ما بقطعوش خالص. فبروح جاي حاطاه كده بحاله كده في قلب الصينيه اهو، ياخد معايا لون بالشكل الجميل دوت. برص كله في قلب الصينيه، بس بعد ما بتيجي تحطيه بتروحي موطيه النار عليه كده، وتروحي جايه مدياله لون بالشكل الجميل دوت. خلاص كده خد معايا اللون الجميل دوت يا جماعه. بروح بنفس البهاريز اللي نزلت منه بالماده الدهنيه، بروح نازله بالبطاطس بتاعتي، وانزل بالبصل والفلفل وفصين الثوم، بكون مقطعاهم كده قطع صغيره، واروح جايه مقلباهم في قلب الصينيه اهوت. بكون ضربه 4 حبات او 5 حبات طماطم في الكبه، بكون موطيه النار خالص كده، واروح جايه نازله بالطماطم بتاعتنا بالشكل الجميل ده. بعد ما نزلنا بالطماطم اهو، بحط لها بس يا دوبك يعني معلقتين ميه كده، ونروح جايين حاطينهم عشان الطماطم بتاعتي كانت تقيله كده مني ضربها في الكبه اهوت كده. واروح جايه مقلباها مع البطاطس بتاعتنا، واجيب بقى البهارات بتاعتي. انا طبعا مش بزود في البهارات على اساس السجق بتاعي هو اساسا مبهر، فانا بحط البهارات ديت على اساس للبطاطس اللي معايا. فبروح جايه حاطه بابريكا، بحط قرفه، بحط فلفل اسمر، وبحط ملح ابيض، وبحط معلقه من 7 بهار صغيره. مش متاحه عندك مفيش مشاكل، عشان انت عارفه كمان ان مش يعني السجق مش بيحتاج معايا بهارات كتير. خلاص كده. وبروح جايه رصه السجق بتاعي بعد ما بظبط كده التوابل بتاعتي مع صينيه البطاطس. بروح جايبه السجق بتاعي واروح جايه حطاه على وش الصينيه بالشكل الجميل دوت. بنرصه كده يا جماعه اهو على وش الصينيه كده بالشكل القمر دوت. لو وصلتي معايا لغايه هنا يا ريت تحطي لي احلى لايك وتقولي لي ايه رايك في الفيديو بتاعنا النهارده. بجد انا اللايك بتاعك او الكومنت بتاعك بيفرق معايا جامد جامد جامد، وبستنى تعليقاتكم الجميله، وبستنى ان انتوا تشاهدوني، وعايزه الفيديو دوت يكبر بيكم وليكم، عشان خاطر انا عايزه بجد ان القناه تشتغل. ولو اشتغلت يبقى لكم ربنا الاول، وانتوا لكم الفضل بالقناه دي. طبعا دلوقتي حطيت ماده دهنيه كده من على الوش، ودخلته الفرن على درجه حراره 160. وايه رايكم في الصينيه بتاعتنا الجامده ديت؟ يا رب يكون الفيديو بتاع عجبكم. مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب. ممكن تكليب عيش، ممكن تعملي جنب منه حبه رز بشعريه، وديت طبعا بصوا طبعا ديت بتبقى اذواق، لكن صدقيني لو بعيش كلتيها تبقى حلو، لو برز بشعريه كمان بيبقى جميل. شايفين يا جماعة؟ والله كان طعمه وشكله حاجة كده تحفة. وطبعا أكلة سهلة وبسيطة وكلها بتتعمل في صينية واحدة. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وشكرا.